النهاردة هنعمل مع بعض مخبوز خفيف وطري جدا، ريحته أول ما تطلع هتملى البيت. بسيط في مكوناته وسهل في تحضيره، لكن الطعم مميز وحلو جدا. يلا بينا نشوف مع بعض هنحضره ازاي. عندي كوباية لبن، حطيت عليهم 3 معالق سكر، معلقة خميرة، هديهم تقليبة كده واسيبهم حوالي 10 دقايق على جنب الأول الخميرة تتفاعل. بعد كده هبدأ أنزل بقى بباقي المكونات. حطيت بيضة، نص معلقة حبهان مطحون، نص معلقة ملح. بعد كده هنزل بالدقيق بقى واحدة واحدة، ودول كانوا 250 جرام دقيق. هبدأ أعجنهم بقى واخليهم من حوالي من 8 ل 10 دقايق كده يتعجنوا. كل ما العجينة تاخد وقتها أكتر كل ما بتديني هشاشة وطراوة كده وبتبقى حلوة جدا. لما بقى العجينة كده تبدأ تلم هنزل بحوالي 40 جرام زبدة، وده شكل العجينة. هسيبها تختمر حوالي نص ساعة. بعد ما اختمرت بقى هحطها على ورق زبدة رشيته زيت، رشة خفيفة كده، وهبدأ أفرد بقى. شايفين العجينة طرية ازاي؟ عجينة طرية جدا وحلوة قوي. عايزة شكلها يبقى مستطيل، فهاخد الاتجاهات بتاعة الفرد اللي تديني الشكل ده في النهاية. بعد كده بقى هنزل عليها بمعلقة زبدة وهفردها على العجينة كلها. بعد كده حضرت خليط عبارة عن معلقتين سكر بودرة ومعلقة صغيرة قرفة، ونزلت بقى بيهم كده على وش العجينة، وده هيبقى الحشو بتاعنا. بعد كده هتني العجينة كده على بعض، وابدأ اشيل ورق الزبدة. هقطعها بقى باتجاهات كده مستطيلة قطع. وابدأ اخد واحدة واحدة اقطعها كده من النص، واسيب الحتة اللي في الاخر من غير ما تتقطع. وبعد كده ابدأ الف بقى ايه الناحيتين على بعض كده. بعد كده هدورها على بعض، وده بيبقى شكلها. هكمل في باقي العجين بنفس الشكل، وبعد كده هسيبها تخمر حوالي من 30 ل 40 دقيقة تاني. وده شكلها بعد ما العجينة رفعت. هحط عليها على وشها صفار بيضة، وعلى الفرن بقى. وده شكلها بعد ما خرجت، طرية وشهية جدا. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.